الليله احنا في اختتام برنامج الوطني للتخييم الموسم 2025. البرنامج اللي يحظى بالرعايه الساميه صاحب جلاله الملك محمد السادس نصر الله وإياده. حفل التميز ياتي مبادره من المكتب الجهوي في اطار تحفيز الجمعيات للانخراط في تجويد العمل التربوي وانخراطهم في الانشطه اللي تهم الطفوله والشباب، خصوصا بهذه الجهه، جهه العيون الساقيه الحمراء. البرنامج الحفل ياتي في اطار الاحتفالات المخلده ذكرى 50 للمسيره الخضراء، اللي تشكل حدث استثنائي، وإحنا كجامعه ابينا الا الانخراط في هذه المبادره. هذه الجائزه جائزه ماليه وفرها المكتب الجهوي للجمعيه اللي نهنئوها بهذه المناسبه، مخيم سيدي كاوكي، قيمتها 5000 درهم. نتمنى ان شاء الله هذه المبادره تاع السنه القادمه تطور ان شاء الله وتشمل مجموعه من الجوانب والانشطه اللي تهم الطفوله والشباب. نحن اليوم في ضيافه المكتب الجهوي للجمعيه الوطنيه للتخييم بطبيعه الحال جهه العيون الساقيه الحمراء في لقاء التميز وحفل التميز، وهذه اول جهه بطبيعه الحال كتمشي معنا في هذه الفكره ديال البرنامج الوطني للتخييم. وكتعرفوا باليوم ان القطاع وزاره الشباب والثقافه والتواصل كمديريه وكمكتب جهوي اختاروا هذه المناسبه بمناسبه ذكرى 50 للمسيره الخضراء، وهي المناسبه العظيمه على جميع المغاربه. وهنا بالعيون المدينه المناضله الصامده نحتفل اليوم بالطفوله المغربيه، نحتفل بالتجارب الحقيقيه للمخيمات المتميزه. اكيد نحن سنلتقي مستقبلا في تجارب اخرى. اتمنى مره اخرى ان نتحدث على مخيمات موضوعاتيه كمخيمات دامجه، كمخيمات الفنون، مخيمات الاعلام، مخيمات البيئه. فبالتالي هذه تجربه اليوم كنهنئوا الفريق اللي فاز ديال المخيم سيدي كاوكي، وكنتمنوا لهم مناسبه اخرى ان شاء الله.